قاعدة بأمان الله وجتك ريحة خبز عروق، لا عندك تنور وتقومين وتسوين، ولا عندك ذاك الخلق حتى تعجنين وتخبزين. يعني باختصار ما إلك خلق لكل هاي الهوسة. اليوم أنا جبت لك طريقة جدا سهلة وبسيطة، يعني بربع ساعة تسوين أطيب خبز عروق وبدون عجين وبدون تنور. يعني طريقة كلش سهلة وبسيطة، بس شوفوا لي شلونه ما شاء الله. وأكيد وياه لازم استكان شاي حار. يلا خلينا نبلش بالطريقة ونقول بسم الله. بس أكيد قبل ما نبلش كبسونا على الشاشة مرتين. طبعا هنا بالبداية راح أحتاج 3 أكواب قياسية من الطحين الحصة المنخول. أضيف عليهم ملعقة طعام من الخميرة الفورية، وملعقة شكر، وملعقة كوب من الملح، وأحرك المواد الجافة. بعدين راح أضيف ملعقة كبيرة من الكركم ورشة فلفل أسود اختيارية، وأحرك. هسه راح أضيف باقي المكونات للخبز عروق الأساسية. طبعا هنا أنا ثرمت بصل ناعم حبة كبيرة، عليهم كرفس ناعم أيضا نص حزمة، وعندي هنا الشيء الأساسي اللي هو اللية واللحم المثروم، يفضل ينثرم بالإيد. طبعا هنا أني بديت أجانس كل المكونات اللي عندي بهذا الشكل، وأضيف المي. الكل كوب طحين كوب من المي. هنا أني ضفت 3 أكواب قياسية من الطحين، ضفت عليهم مقابيلهم 3 أكواب قياسية من المي، يعني حتى العجينة يكون قوامها سائل لازم. وأظل أحرك بالتحريك المستمر. هنا ضفت أني بيضاية، وطبعا أظل أحرك باستمرار إلى أن تكون عندي عجينة سائلة، وأضيف باقي كمية المي. المي أضيفه بالتدريج حتى أحصل على عجينة سائلة متماسكة، ما أضيفه مرة واحدة، فأضيفه بالتدريج حتى أحصل على عجينة سائلة ممتازة. هنا أنا تركته من 10 دقائق إلى ربع ساعة اختمر عندي، صار عندي هسه جاهز حتى أسوي. طبعا تقدرون تسووه بالطاوة أو تقدرون تسووه هذه السوباية اللي يسوون عليها، أنا أسميها سوباية، ما أعرف انتو شنو تسموها. فحبايبي أنا سويته هنا بالطاوة هاي قدامكم، حتى اللي عنده طاوة يقدر يسويه، واللي عنده سوباية هم يقدر يسويه. وهنا أنا مثل ما تشوفون أنا قلبته، مجرد بس ياخذ لون شفاف يعني استوى من جوا، وبعدين أقلبه على الجهة الثانية. شوفوا لي ما شاء الله شلون صار وياي. بس حبيت أقول لكم أذكركم إنه أنا مسحت الطاوة بالزيت، يعني كل شوية تمسحون الطاوة بالزيت. شوفوا لي عشان صارت الخبزاية عندي كلش حلو، وكلش طريقة سريعة وسهلة والكل يقدر يسوي. طبعا حبايبي إذا وصلتوا لهذه الخطوة من الفيديو لا تنسون تكبسونها على الشاشة مرتين. وهنا أنا جبت هذه السوباية، بلشت أكمل أو أسوي باقي الخبز عروق. وتقدرون أيضا يعني أنا على الأسرع سويتها على السوباية، ولا هو بالطاوة يخبل يصير كلش حلو. أنا صراحة حبيت الطاوة، طريقة الطاوة كلش حبيتها، يعني تطلع خبزاية صدق خبزاية. فحبايبي هسه صار عندي جاهز، وشفتوا شلون سريع ما شاء الله. ويا أكيد استكان شاي